مين يقول ان التحلية بتاعتنا الجامدة ديت النهاردة من غير سكر ومن غير بيض ومن غير سمنة ومن غير فرن وكمان من غير لبن، هنستبدله بلبن جوز الهند. حاجة كده بتدوب في البق، جامدة جدا وحلوة جدا وحاجة كده تطري على القلب يعني، وهتعجبكم جدا وسهلة في طريقتها، سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. يعني هتحلي وهتفرحي البيت كله بأقل التكاليف وكمان اقتصادية، حلوة جدا. تعالوا معايا نعرف الطريقة ازاي وبساطتها عاملة ازاي ومش هتبطلي تعمليها. اول حاجة هنعملها، هنجيب اي صينية عندك يعني ليها شكل او ممكن كوبايات، اي حاجة ممكن نقلبها، وهندهنها زيت في الاول عشان الجيلي ما يلزقش فيها. هندهنها زيت كويس ونركنها على جنب. وبعد كده نكون جايبين الفراولة بتاعتنا ونكون غسلينها كويس ومقطعينها. بس اهم حاجة بس الفراولة تكون منقوعة في مية كتير، لان هي مهما تغسليها في مصفى ما بتبقاش يعني ما بتنضفش كويس. فانا قطعتها يعني شرايح كده نصين، وبخلي النص اللي هو فيه بذر دوت من تحت عشان دوت اللي هيكون اللي يدينا الشكل، والشكل الابيض دوت من فوق. هنرصها كلها كده ونركنها في التلاجة لغاية ما نعمل المرحلة التانية. هنجيب كوبايتين مية بتغلي جامد، ونجيب 2 باكت جيلي، اي بقى حاجة انتي بتحبيها، فراولة مش اي حاجة بتحبيها. باكت الجيلي بياخد كوباية سخن، مية سخنة جدا، ومش بنحط له اي اضافات تانية، بندوبه بس كويس، ولا بنحط له سكر ولا اي حاجة، هو مش بيحتاج غير المية السخنة بس. بندوبه بس كويس جدا، بس ما تاخديش وقت كتير في المرحلة ديت، لان انا قعدت اقلب فيه شوية. هتشوفوا بعد كده ان هو ابتدى يجمد معايا وانا بحطه في الصينية. فانتي يعني حاولي ما تطوليش قوي في المرحلة ديت. ونجيب الفراولة اللي احنا كنا شايلينها في التلاجة، وهنحطها عليها، وبعد كده نحطها في التلاجة يعني مش اقل من ساعتين، ونشوفها كده يعني اول ما نلاقيها جمدت نعمل المرحلة التانية. بصوا هنا عشان قعدت ادوب فيهم شوية، بصوا كان ابتدى يكتل معايا ازاي، فانتوا ما تطولوش قوي، انتوا تقلبتين كده وحطوه في الصينية هو بيدوب لوحده. وبعد كده يعني بس بعد ما نتأكد ان هي جمدت، بنجيب كوبايتين لبن جوز الهند اللي احنا عاملينه برضو في القناة، وعايزين تعرفوا الطريقة ارجعوا للقناة هتلاقوا الوصفة كلها. هنجيب كوبايتين، وهنجيب 2 باكت كريم كراميل وهنحطهم عليه، وهنجيب كيس فانيليا واحد، وهنقلبهم كويس ونرفعهم على نار لغاية ما يغلوا. وبعد ما يغلوا على النار نستناهم بس يعني يهدى 5 دقايق بس، يعني ما نسيبهوش كتير، لان هو لو قعد كتير هيجمد، فاحنا ما نستناش عليه كتير. اول ما يغلي هنجيب الخلاط وهنحطه فيه ونحط عليه، انا هنا كنت حاطه 2 باكو بسكوت، بس بصراحة هو طلع على المقدار دوت كتير عليهم 2 باكو بسكوت، لان باكو البسكوت كان كبير، فانتوا اكتفوا بواحد بس. انا حطيت كمان كوباية مية لان الخلاط ما كانش عايز يمشي معايا، فانتوا اكتفوا بباكو بسكوت واحد بس، هيكون حلو اوي وللوصفة ديت، فهيكون حلو والقوام بتاعه كويس. بس هو انا حطيت 2 باكو بسكوت ما كانش وحش، بس كان مسك معايا شوية في الخلاط، فاحتاجنا كوباية مية. فانتوا لو عايزينه تقيل حطوا 2 باكت بسكوت، لو مش عايزينه تقيل خليكوا في واحد بس. عاوزاكم تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الديكور الجديد دوت، ولو عندكم اي تعليق ممكن نعمله، لو في حاجة جديدة عايزيني اعملها او احطها في القناة، حاجة جديدة عايزيني اعملها لكم قولولي برضو. بصوا هنا بعد ما جمد، بصوا كان جامد ازاي، بس انا غلطت ان انا حطيته وهو سخن على الجيلي، فلما جيت احطه في التلاجة كان الجيلي يفك شوية، بس هو جمد تاني لما اتحط في التلاجة. فانتوا عشان تتجنبوا المرحلة ديت استنوا بس عليه يهدى شوية، وبعد كده حطوه على الجيلي. بجد وصفة حلوة جدا، وهتكون مناسبة كمان للناس اللي عندها حساسية ألبان والحاجات ديت، هتكون حلوة وخفيفة معاكم، وكمان عشان رمضان حاجة كده تطري على القلب وحلوة جدا وهتعجبكم.
وصدقوني مش هتبطلوا تعملوها، خفيفة وجميلة ومش مكلفة واقتصادية، حلوة جدا. ديت بعد ما طلعتها تاني يوم انا خليتها بصراحة ليلة كاملة في التلاجة، لان انا عملتها الفجر، فبعديها بيوم طلعتها. هنا قلبتها وما كانتش راضية تفك معايا هنا، سبتها لما هديت شوية وبعد كده قلبتها اتقلبت معايا على طول. وهنا بقى تزوقي بأي حاجة انت عايزة تزوقي بيها، عايزة لو انتوا فاطرين ممكن تحطوا عليها شوكولاتة، لو عايزة تحطي عليها اي فاكهة حطي عليها. بجد رهيبة رهيبة، خفيفة وجميلة وبتطري على القلب كده وجميلة، وهتعجب الولاد لان هي فيها جيلي، حلوة جدا وسهلة وبسيطة كمان. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة، تدوسوا على زر الجرس وتدوسوا لايك للفيديو، وتشجعوني كده، وقولولي في الكومنتات ايه رأيكم في الديكور الجديد. ولو في اي فكرة جديدة عايزيني اجربها لكم او افكار جديدة اعملها قولولي برضو اعملها لكم. بصوا هنا بعد ما قطعتها طبقة الجيلي مع الكريم كراميل، بجد حلوة قوي 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 وجميلة كده، بتطري كده على القلب، حلوة قوي بجد، هتعجبكم. تحلية بسيطة ومش مكلفة ويعتبر اقتصادية برضو، يعني كلها تقريبا مش هتكمل 100 جنيه تقريبا، بس حلوة وهتعجب الولاد، بالذات ان هي فيها جيلي كمان، فالولاد بيحبوا الجيلي، فهتبقى بالنسبة لهم حلوة جدا وهتعجبهم ومش هيبطلوا يطلبوها منك. وممكن كمان لو عايزة تستبدلي كوبايتين لبن جوز الهند دول بلبن حليب عادي هيكون احلى كمان. بس احنا كنا عايزينها النهاردة اقتصادية فحطينا لبن جوز الهند. انتي لو عايزة تحطي لبن حليب عادي هو اللي متوفر عندك حطيه، مفيش اي مشكلة وكمان هتكون احلى.